السلام عليكم. نعدل كده الاول. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ وايه اخبار الكيمياء معاكم؟ ذاكرتوا؟ عملتوا حاجه؟ اديتوا اي حاجه في اليوم؟ ما اديتوش ولا حاجه ولا عملتوا اي حاجه في اليومين اللي عدوا؟ انا عارف والله الحركه دي على طول الناس بتعملها، حتى انا في الكليه لحد الان والله بقعد ازنق نفسي لحد ليله الامتحان. لكن المره دي انت معلش ثانويه عامه، فمعلش ما ينفعش تزنق نفسك ليله الامتحان، فاحنا هندوس على نفسنا شويه ونزنق نفسنا قبلها بيومين، مش بس ليله يعني قبل ليله الامتحان دي اليوم اللي قبلها بقى هنزنق نفسنا في اليومين دول، وباذن الله نقدر نلم الكيمياء كلها في اليومين دول. لو انت من الناس اللي الارهاق داس عليها وما قدروش يذاكروا في اليومين الاولانيين بتوع الكيمياء، احنا عارفين الكيمياء قدامها 4 ايام، وكنا نقدر نعتبر اليوم الاولاني ده يوم خامس اللي هو اليوم اللي خلصت فيه الامتحان الاول، ولكن الفيديو معمول للناس اللي ضيعوا اليوم اللي امتحنوا فيه الفرنساوي ما ذاكروش فيه، وضيعوا اليوم اللي بعده كمان، وضيعوا كمان اليوم اللي بعده، ومش متبقي دلوقتي غير الجمعه اللي احنا موجودين فيه دوت، وبكره السبت، وبعده الامتحان. نراجع ازاي الكيمياء في اليومين دول بقى. مش هقول لك بقى روح اعمل المشروب المفضل بتاعك الكلام دوت، لان انت محتاج كل دقيقه دلوقتي. انا نازل لك الفيديو ده بعد الصلاه على طول، فبعد ما تخلص الفيديو كده على طول بسرعه تبدا على طول تذاكر، لان مفيش وقت. ولكن الكلام ده ما يمنعنيش ان انا اقول لك انزل اعمل لايك شير سبسكرايب كومنت اي حاجه من الحاجات دي كلها. مش عايز تعمل حاجه ما تعملش حاجه. يلا بينا نبدا الفيديو. اتكلم في الفيديو ده عن النوعين من الناس. النوع الاول هو النوع اللي مش مذاكر قوي، اللي مش مظبط الدنيا في الكيمياء قوي، والنوع الثاني هو المذاكر كويس من اول السنه وتمام يعني قشطه، مش باقي له بس غير المراجعات. هنتكلم عن اول نوع، هو النوع اللي مش مذاكر الكيمياء قوي ومش مظبط الدنيا قوي. ده الحل معاه ايه عشان يقدر يراجع الكيمياء ويذاكرها كويس في اليومين دول بس؟ انا يا جماعه رحت بصيت على المراجعه اللي منزلها مستر محمد عبد الجواد، الفيديوهين اللي منزلهم مراجعه. طبعا الفيديوهين طوال جدا، ولكن انا لما بصيت على محتوى الفيديوهين، لا الفيديوهين مليانين يا جدعان، الفيديوهين والله مليانين، لامم لك كل حاجه حرفيا. يعني بجد انا الفيديو الاول اللي منزله مراجعه هو منزل مراجعه اول 4 فصول، تمام. الفيديو الثاني اللي منزله مراجعه العضويه بشكل كامل، وكمان في الفيديو الثاني حلل لك الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت والنماذج الاسترشاديه وكل الكلام ده. فبجد الفيديوهين دول انا لو كنت شفتهم من الاول خالص انا كنت هرشحه لكم من اول يومين، وانا قلت الكلام ده على فكره في الفيديوهين الاولانيين، اسمع اللي انت عايزه، ولكن انا برشح لك مستر محمد عبد الجواد. وفعلا لما بصيت على الفيديوهين بجد الفيديوهين يا جماعه تحفه، يعني بجد فيهم كل حاجه حرفيا. انت حتى لو مش حابب تراجع الفيديوهات كلها، انت شوف الباب اللي انت حاسس انك واقع فيه وروح راجعه من الفيديوهين دول، لان هو لامم لك كل حاجه. فالشخص اللي مش مذاكر كويس الكيمياء ومش مظبط الكيمياء قوي، انصحك انك تبدا مع الفيديوهين دول مع مستر محمد عبد الجواد. الفيديو الاولاني تقول لي يا عم ده الفيديو الاول 11 ساعه والفيديو الثاني 11 ساعه وانا ما قداميش غير يومين، يعني هقعد كل ده على الكتاب؟ بص احنا ممكن نعمل حاجه كده علشان نقلل الوقت ده ونعرف نظبط الوقت بتاعنا ونخلص نخلص الفيديوهين دول في اليومين دول. بص مستر محمد عبد الجواد بيتكلم بالراحه، تمام. هو طريقه كلامه كده بطيئه شويه، ما بتحسوش بيسرع غير وهو بيحل كده اسئله، بتلاقيه بدا يشتغل معاك عشان بيشغل المجموعه ويفضلوا يتكلموا وبتاع، فبيبدا يسرع. اما بشكل عام فهو في شرحه تحس ان هو بطيء، علشان كده انت تسرع الفيديو. تقول لي انا كده هسرع الفيديو اصلا انا عارف والله ان انت كده هتسرع الفيديو يعني، ولكن واجب ان انا اقول لك برضو سرع الفيديو خليه على 1.5 مثلا كده. احنا سرعنا الفيديو، والموضوع بدل ما بيبقوا 11 ساعه بيبقوا اقل. مش هعرف احسبها لك بصراحه، بس هم بيبقوا اقل من 11 ساعه. تاني حاجه ان مستر محمد عبد الجواد في الفيديوهات بتاعته، الفيديوهات المراجعه الاثنين دول، هو بيحل كتير قوي. يعني تقريبا كل فصل بيديهولك، كل درس بيديهولك هو بيجيب لك اسئله كتير. فانت بعد ما تخلص شرحك تمام كل حاجه، تيجي عند جزء الحل اللي بيحله دوت، تلاقيه في الحل بيفسر كل حاجه. انت طالما رجعت كويس فخلاص تقدر تسرع حته الحل دي، تسرعها اكتر، بحيث انك تحل السؤال بعينك انت وحدك وسرع. عدي السؤال اللي انت تعرف تحله وحدك، عدي مش هتسمع الشرح بتاعه، عدي خلص نفسك بسرعه وكده انت هتكون خلصت وقت كبير جدا والله يعني. لان الفيديو اصلا في حل كتير قوي، الحاجه اللي تعرف تحلها خلاص عديها تعرف تحله عدي. برضه عايز اقول لك على حاجه، انت لو شخص عندك عزيمه بجد وانت نفسك بجد تخلص الكيمياء قبل الامتحان، انت تقدر تخلص الفيديوهين دول ان شاء الله، ما تسرعش الفيديو اصلا، والله تقدر تخلصهم. اصل بص الفيديو 11 ساعه، انت لو بدات بعد الصلاه في فيديو واستمريت، هو الموضوع محتاج مجهود كبير جدا بصراحه، تمام. لو انت هتمشي انت عايز بجد تخلص وبجد عايز تخش امتحان الكيمياء وانت تمام، فانت بص بعد ما تخلص الصلاه هتقعد على الفيديو، تقعد تخلصه الساعه 1 بالليل مثلا، نعتبر 1 بالليل، تمام. الموضوع ما بقول لك مجهود كبير جدا، 11 ساعه وتقعد عليهم كلهم كده، الموضوع كبير قوي، تمام. ولكن انت لو عايز بجد انك تخلص انت هتعمل ده بكل سهوله، وانا اديتك كام طريقه كده بحيث ان انت تقدر تسرع الفيديوهات او تخلص الفيديوهات في وقت اقل من كده. واليوم التاني بعد كده تسمع الفيديو بتاع شرح العضويه ده،
تكمل شرح العضويه كامل في الفيديو ده، بس هو 11 ساعه برضه. وخد بالك 11 ساعه مش كلهم شرح عضويه، يعني تقريبا اخر كام ساعه دول كان بيحل فيهم النماذج الاسترشاديه وامتحانات السنين اللي فاتت، اخر كام ساعه كده، فهم مش 11 ساعه فعليا يعني. والله انا نفسي تكون شخص ذو عزيمه قويه، وان انت تقدر تقعد على الفيديوهات ديت الفتره دي كلها بحيث انك تخلص، وبعد الفيديوهات ديت انا اضمن لك انك هتخش الامتحان وانت فارم الكيمياء 100 وهتخش الامتحان هتلاقي اغلب الاسئله انت عارفها، لان المستر ده انا مجربه وانا قدك. تاني حاجه بقى نيجي للناس المذاكره، الناس اللي كانت مذاكره كويس من اول السنه الكيمياء ومش باقي لها غير المراجعات دلوقتي. الناس ديت بتبقى في الفتره دي متشتته، بحيث ان ناس كتير قوي بتنزل مراجعات على اليوتيوب وبتاع. طب انا اتفرج على مين؟ طب انا راجع وحدي الحاجات اللي انا مذاكرها ولا اتفرج على اليوتيوب؟ اعمل ايه في الوقت ده؟ انا اقول لك تعمل ايه. طالما انت مذاكر من اول السنه راجع وحدك، ما تبداش مع فيديو على اليوتيوب غير بعد ما تخلص مراجعتك مع نفسك. وبجد انت لو شخص مذاكر من اول السنه اصلا الكيمياء كويس، فانت اليومين دول كافيين جدا انك تخلص مراجعه المنهج كله والله. وفكك من فيديوهات اليوتيوب دي خالص، ما تبصش على فيديوهات اليوتيوب غير بعد ما تكون انت غير بعد ما تكون انت خلصت مراجعتك مع نفسك، لان انت عارف الحاجات اللي انت واقع فيها، وعارف الحاجات اللي انت محتاج انك تراجعها ومحتاج انك تدوس عليها، عارف الاسئله اللي كنت بتقف فيها. ديت الحاجات الاولى انك تروح تذاكرها بدل ما تفضل تسمع بقى فيديو من الاول لحد الاخر. انت هتروح على الابواب المهمه، تمام؟ تروح على الابواب المهمه، ولو عايز ولو حابكه معاك قوي يعني انك تروح تذاكر مع مدرس على اليوتيوب والكلام ده، تشوف الابواب المهمه والابواب اللي انت واقع فيها بجد، ودي اللي تروح تراجعها ودي اللي تروح تراجعها على اليوتيوب. زي مثلا ايه الابواب المهمه اللي لازم تروح تراجعها على اليوتيوب مثلا او مع مدرس كويس لو انت ما كنتش مظبطها قوي؟ زي الباب الثالث. الباب الثالث ده انت لازم تكون فارم الباب الثالث قبل ما تخش الامتحان، تمام؟ ليه؟ لان الباب الثالث ده اي سؤال رخم بيجي في الامتحان بيكون من الباب الثالث، تمام؟ فانت لازم تكون مذاكر الباب الثالث ده كويس جدا 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 وعارف كل افكاره، فده انصحك انك لازم تتفرج على اليوتيوب عليه، يعني تشوف الاسئله اللي المدرسين حلها وكل الافكار اللي جايبينها للباب الثالث. ثاني حاجه بقى لازم تكون مذاكرها كويس وهي العضويه. العضويه برضو لازم تكون مذاكرها كويس جدا، لان العضويه بيجي منها اسئله كتير في الامتحان. وبرضو الناس اللي هتذاكر مع مستر محمد عبد الجواد، لو ما قدرتش انك تخلص الفيديوهات كلها فانت لازم تذاكر الجزء بتاع الباب الثالث والجزء بتاع العضويه، وتحل امتحانات السنين اللي فاتت اللي في اخر الفيديو المراجعه اللي هو الفيديو الثاني، تمام؟ اخر الفيديو الثاني كده حلل شويه الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت والاسترشاديه الحاجات دي كلها، دول لازم تحلهم سواء انت كنت مذاكر كويس ما كنتش مذاكر كويس. لازم تعرف الافكار، طريقه الحاجات اللي كانت بتيجي في الامتحانات وكل الكلام ده. بس ده كل اللي تقدر تعمله في اليومين دول، وزي ما بقول لك لو ما قدرتش تخلصهم ركز على دول، يعني دول اهم حاجتين وخلاص كده. الباب الرابع برضه باب سهل جدا، يعني تقدر ذاكره برضه مع، يعني لو ما قدرتش تخلص برضه ذاكر الباب الرابع، لان الباب الرابع سهل خالص 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 يعني، فهتقدر تخلصه بسرعه كمان. وكده نكون خلصنا. والله انا في الفتره دي مش عايز اسيبكم، انا عايز افضل انزل لكم فيديو كل يوم، ولكن برضه عايز اسيبكم تذاكروا، بس كده ده اخر حاجه. واتمنى لكم ان انتم كلكم تجيبوا مجموع النهائيه اللي هو 60 من 60 في الكيمياء وبس. سلام.